يا مساء الخير والجمال، يا مساء التكتيك والاجوال. اهلا بيك في الحلقه الرابعه من قهوه المونديال. هنا البرنامج اللي هيغطي لك مشوار الفراعنه في البطوله من اكتر مكان بيمثل الكوره، القهوه البلدي. يا جدعان طقم شاي بالنعناع يا ابن الرجاله، لزوم الروقان. من اكتر مكان بيمثل الكوره حسام حسن. دور 32 من نار، مفاجآت في دور ال 16. المغرب بتعملها وعندها مواجهه صعبه مع فرنسا. منتخب مصر في مواجهه بطل العالم مع الارجنتين. هنعمل ايه وغيرها من مواضيع كتيره هنتكلم فيها في حلقه النهارده، لكن في البدايه خلينا نرحب بضيوف الحلقه. ازيك يا علاء، عامل ايه؟ ازيك يا احمد، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله زي الفل. جاهز؟ يلا بينا. انت منورنا النهارده. والله بنورك، انا مبسوط قوي يعني بصراحه، تجربه حلوه وعجباني وكنت متحمس قوي بصراحه ان انا يا باشا دي شهاده يعني. كبيره جدا جدا جدا. وطبعا ضيف الحلقه اللي فاتت اللي توقع صح، ولما توقع صح نتيجه المباراه والسيناريو بتاعها قال لك هنتعادل 1-1، بعد كده ضربات جزاء، فكان لازم اجيبه تاني. ازيك يا وهدان؟ ازيك يا احمد، عامل احنا عايزين بقى سيناريو الماتش الارجنتين. يعني انا عايز اخد كاس العالم، انت بقى ظبطها. ان شاء الله. انت ظبطها انت كده فاهم وايه يعني. منورني والله يا احمد بنورك، وتجربه حلوه، وان شاء الله يعني نعمل حلقات اكتر بقى لحد النهايه. منتخب مصر بقى دي في ايد حسام حسن، هنكسب اكتر حلقات اكتر. خلينا نبدا بقى بشكل عام. عايز اعرف رايك يا علاء في المفاجآت اللي عماله تحصل من دور 32 لدور ال 16. البرازيل بتطلع، المغرب مكمله، وهولندا طلعت، واحنا على موعد تاريخي مع الارجنتين. بتشوف البطوله لحد دلوقتي ازاي؟ بص، انا يعني عايز اقول لك على حاجه بمناسبه التوقعات. انا كل توقعاتي غلط. يعني انا عايز اقول لك ان انا يعني كنا عاملين فيديو وانا بتوقع دور ال 32 تقريبا ما فيش غير مصر. يعني مصر بس اللي توقعتها صح. طب الحمد باقي لله. المنتخب النهارده هتتوقع مصر. الموضوع بالنسبه لي انا متفاجئ مفاجآت كتيره قوي. بس هي مفاجآت حلوه. كاس العالم يعني النسخه دي بجد يعني هتتصنف من احسن في التاريخ. ممتعه جدا. يعني هي مش هتبقى رقم واحد، بس هي فعلا ممتعه. يعني ممكن تتحط مثلا في توب 5. اهداف كتير جدا، منافسات رهيبه. يعني ظهور اخير لكريستيانو، لميسي، نجوم كبيره، نجوم لنيمار اللي اعتزل الشاي دوري كمان امبارح. نزل اهو. يعني عشان القعده تمزج. فالموضوع يعني الموضوع بالنسبه لي يعني ممتع لاقصى درجه. فالمفاجآت اللي بتحصل دي هي دي بتكمل المتعه، يعني بتكمل اللي بيحصل. وهدان، عايز اعرف منك ماتش زي البرازيل. المره اللي فاتت قلنا عاجلا ام اجلا هتطلع صح؟ كانت بتلعب اليابان واليابان كانت هتعملها، وانت قلت البرازيل ساعتها. بتشوف اداء البرازيل امبارح ضد هالاند واخواته والعيال عماله بقى تضربوا على الطبله وبوم بوم او مش او. هل ده كان طبيعي البرازيل تخرج، ولا النرويج بقت تقيله؟ طيب، هو احنا قلنا ان عاجلا ام اجلا ده كان هيحصل يا احمد. تمام. الفكره ان النرويج بجد يعني هي غيابها عن المونديال الفتره الكبيره دي خلى عندها اللي هو جعان عايز يكسب. تمام. وعايز يكسب وبيلعب كمان بطريقه الى حد ما قد الناس تشوفها دفاعيه الى حد ما شويه، واعتماد مبالغ فيه على هالاند. بس هالاند سلاح فتاك. هالاند اي عرضيه بيحطها جون. هالاند طلع على جابرييل اللي هو المفروض المنافسه بينهم في الدوري الانجليزي. جابرييل خلاص عنده صداع في دماغه. هالاند طلع له في الدوري الانجليزي، في دوري الابطال، وفي كاس العالم. خلاص يعني جابرييل تعب من هالاند، نط عليه في الجول الاولاني والجول الثاني. انت بتشوف دفاع البرازيل متهالك. بصراحه هالاند، انا لو داخل عليا هالاند والله بلعب معاه. مش هقول لك بقى اخش عليه، انا مش هنزل بلعب بصراحه. كمان اللي غالبا انشيلوتي يعني الساحل الافريقي استقال من عنده. يعني ما خلاص الساحل ما بقاش بس موجود. البرازيل تراجعت. البرازيل انا شايف ان هي حتى بعد نزول نيمار ما بقاش قادر يجري ولا قادر يعمل لك الدور اللي بيعمله زمان. مش جاي خلاص تكريم، يعني هو جاي تكريما، هو جاي على اساس منصبه. طبعا كلنا فرحنا لما جه ان هو جزء من طفولتنا وجزء من ان احنا كنا بنتفرج عليه واحنا صغيرين. بس هو خلاص ما بقاش قادر يجري. ويعني الحمد لله ان هو ربنا كرمه حط ضربه جزاء في الاخر. بس شفنا طبعا المشهد المكرر بقى، دموعه بعد الماتش وبتاع. ان هم انا بالنسبه لي انجاز نيمار مع البرازيل يتلخص في اولمبياد اللي جابها للبرازيل. شكرا ليك. طيب هنتكلم عن موضوع الحصان الاسود. احنا عندنا 3 فرق والحمد لله منهم منتخب مصر، صح كده؟ طريقنا سالك. لو انت كسبت الارجنتين هيبقى عندك يا سويسرا يا كولومبيا، يعني لا هتقابل منتخب كبير تاني. هم قال لك ايه؟ طريق الارجنتين اللي سالك، والواضح كده ان طريق منتخب مصر هو اللي سالك. فبتشوف هل 3 فرق عندنا، النرويج دلوقتي بقت امريكا بعد خروج المكسيك عشان صاحبه الارض خلاص، وكل المباريات اللي جايه تبقى في امريكا، وطبعا منتخب مصر. شايف مين المنتخب من ال3 يا علاء يقدر فعلا يكون الحصان الاسود ويوصل على الاقل
لسيمي فاينال كاس عالم. بص انا لحد امبارح كنت شايف امريكا، تمام. يعني انا لحد فعلا امبارح كنت شايف امريكا. اللي حصل امبارح الموضوع بتاع طرد المهاجم الامريكي ده، وبعدين ترامب اتدخل بمكالمه تليفون والطرد يتلغي الواسطه. وبلجيكا حتى دي فيها وسايط. بلجيكا اعترضت وبتاع. فالموضوع بالنسبه لي انا بقيت مش حابب، يعني مش حابب ان امريكا تكمل في تكمل اصلا. يعني انا للاسف موضوع الطرد برضه ده رخم قوي. طبعا يعني شكلها مش احسن حاجه باينه قوي يعني للدرجه دي. بالظبط. ان هو لعيب مؤثر برضه، هو لعيب مؤثر جدا. يعني هو المنتخب الامريكي هجومه كله متمحور حواليه. ايوه هجومه كله ماشي. بس انا لعبت 90 دقيقه، لاعب عندي اتطرد، اروح الغي الطرد بمكالمه تليفون؟ يعني مين الحصان الاسود يعني اللي هيكمل؟ احنا مش هنحلل ماتش امريكا دلوقتي. مين الحصان الاسود اللي هو عادي يا ريس ترامب لا انا دلوقتي سؤالي واضح. اصبر بقى يا وهدان، فنيا اصبر بقى. مش عايزين نستهلك الحلقه في امريكا، مش تبعنا دلوقتي. مين الحصان الاسود من ثلاثه من وجهه نظرك وليه؟ انت حطيت لي ثلاثه. هو مفيش غيرهم؟ انت شايف في غيرهم؟ امريكا لا مفيش. المغرب ما بقتش حصان اسود، المغرب خلاص بقى وده مستواها والفرقه تقدر. بالظبط. امريكا انا قلت لك يعني انا مش حابب ده على المستوى الشخصي، انا مش حابب بصراحه تواجدها بعد كده، برغم ان هي تكسب بلجيكا. تمام. شايف منتخب مصر لو كمل طبعا، يعني المنتخب مصر لو عدى عقبه الارجنتين هو الحصان الاسود ولا صعب؟ هو انت بعد كده عندك كولومبيا وسويسرا. انا يعني اتمنى سويسرا مش كولومبيا. انا والدي بيقول لي كده برضه. لان بلاش الكره اللاتينيه دي خالص. كولومبيا يعني الكره المباشره السريعه، حتى في كاس العالم للانديه شفنا الاهلي بالبراس. كولومبيا رخمه جدا. يعني المدرسه دي بالذات بتبقى يعني صعبه قوي علينا. وفي نفس الوقت انا شايف ان النرويج بقى مش حصان اسود. يعني انا شايف ان النرويج ده اصلا الجيل اللي النرويج مستنياه من زمان، زي ما انت قلت هم جعانين. فانا شايف ان ده الجيل اللي هم مستنيينه من زمان، اللي هو ايه، هيعمل حاجه اخيرا في كاس العالم. وهو يعني انا مستني منهم ده، هم مش عاملين حسابهم، هم مش مستنيين ده، بس الاسماء اللي موجوده على طريقه اللعب على تالق هالاند، فلا يعني انا شايف ان النرويج مش حصان اسود. النرويج منتخب متوقع منه انه يوصل ربع نهائي ونص نهائي. كمان فيهم لعيب اندر ريتد جدا، اللعيب اللي اسمه نوسا ده يا جماعه لعيب خطير قوي. ده لعيب هو اسمه كده بس هو ايوه شفته هو لعيب خطير قوي. طيب حط جول في الديفوار. اتكلمنا عن النرويج، وانا مش عايز اتكلم تاني على البرتغال، احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت كتير، والنهارده عندهم موقعه جامده جدا مع اسبانيا. اخد منكم توقعات سريعه، اسبانيا ولا البرتغال؟ البرتغال. اسبانيا. مصر ولا الارجنتين؟ مصر. يا رب مصر. طيب احنا برضه ايه، هنسيب التوقعات الاخيره للاخر برضه، بس قلت سريعا. خلينا بقى نقفل الكلام ده. احنا عندنا بكره لقاء تاريخي يوم 7 شهر 7 الساعه 7، وان شاء الله نلعب بروح النجوم ايه اهو، النجوم السبعه اللي على التيشيرت اهو. يعني السبعات دي كلها اكيد بتوحي بحاجه. وبعدين تاريخ مميز، رقم مميز، موقعه مميزه، بتلاعب بطل العالم. فلاعبتنا واحنا قدام مشهد تاريخي. تخيل حجم الفرحه اللي احنا قمنا بيها عشان بس صعدنا لدور ال 16. ما بالك بقى لما العالم كله يتكلم والصحف، الراجل صحفي وانا راجل صحفي، والراجل ده معانا في الاعلام برضو، فاحنا في الوسط. تخيل احنا بنتكلم ازاي عن الحدث، ما بالك بقى الاجانب واوروبا والعالم كله لما يقول لك منتخب مصر او صلاح ورفاق طلعوا مين؟ الارجنتين. فانت تتكلم بطل عالم، ده رقم 1، ميسي، وده حجم تسويق ضخم. فرقم 3 يبقى انت بتحقق انجاز تاريخي في حياتك كلها. انت اي حاجه بتعملها في البطوله دي هي اول حاجه. فانت بتشوف ماتش الارجنتين ازاي؟ بص انا اول حاجه انا عايز اقول لك ان يعني فعلا هو في فرحه وفي حاله عايشه. الناس عايشه حاله بجد رهيبه. الناس روح اللعيبه. يعني انت رجعت تاني علاقه الجمهور بالمنتخب، ودي يعني دي المعادله الصعبه اللي احنا بندور عليها من زمان. حسام حسن قدر انه يرجعها يعني بطريقه ممتازه جدا. يعني حتى في الفيديو ده بمناسبه الصحف العالميه، الفيديو ده منتشر في العالم كله بتاع الفرح، يعني في حظ كده بتاع ضربات الجزاء بتاع هتضيع بجد رهيب. انا عايز اقول لك ان انا بشغله كده بتفرج عليه كل شويه. الموضوع بجد لذيذ قوي. خلينا نروح شويه لماتش الارجنتين. احنا اول عقبه يعني واجهتنا للاسف هو موضوع الغاء المران امبارح، العاصفه والمطر. انت اصلا الوقت ضيق قوي بين ماتش استراليا وماتش الارجنتين،
ففكره ان انت هو خلي بالك اول كل المباريات اللي جايه كمان هنبدا بقى الوقت ايه ايوه يقل. انت كنت مظبوط. تستنى كام فريق يلعب بعد كده تلعب، فخلاص الموضوع بيخلص. الوقت اللي انت يعني وده مطالب خبر ان حزين انت بالمناسبه، البطوله بتخلص. ايوه طبعا احنا عايزينها تكمل اكتر. الوقت اللي انت بتلعب فيه او اللي انت بتتمرن فيه او عايز ان انت تنفذ مثلا تكتيك. اصل الارجنتين ده انت لازم تحفظ اللعيبه طريقه لعب معينه، صح، هنجيلها كمان صح، شويه. صح. فانت المران بتاع امبارح اللي اتلغى ده كان مهم جدا، يعني هو مش هيكون في غير مران النهارده تقريبا، هيكون الساعه 7 تمام. وبكره الماتش. صح. فخلاص يعني هي تمرينه واحده. طبعا موضوع الموضوع ده مسموح شوية. هيأثر معانا جامد قوي، بس ان شاء الله يعني نقدر نتدارك الموضوع ده. بس انا بشوف بقى ان عكس الناس كلها ما فاكره وبتتكلم، تصريحات ميسي بعد المباراه واللي قدمته كاب فيردي قدامهم، وهسألك دلوقتي يا وهدان، احنا كنا فرحانين جدا ان هم لعبوا زي 120 دقيقه وتم ارهاقهم. كاب فيردي كانت هتكسب هدف ذاتي، مفيش حظ، فكان وارد جدا كاب فيردي هي اللي تصعد. منتخب رخم بالمناسبه. فانت بتشوف تصريحات ميسي بقى ازاي؟ يعني احنا فرحانين جدا وجزء كبير جدا مش عارف بيقلل من المنتخب. ليه دايما عندنا عقده الخواجه يا جماعه؟ هو دلوقتي زيكو قالها، هو عنده رجلين وانا عندي رجلين، الراجل عنده ايدين، وكابتن ابراهيم حسن قالها احنا مش خايفين من ميسي، عندنا صلاح. وهي فعلا الارجنتين حاليا نسخه سيئه جدا على مستوى الفنيات، على مستوى الاسامي، مفيش غير ميسي اللي متالق جدا رغم سنه، ولو قدرت تحجمه الموضوع هيبقى اسهل. حتى لما تبص للتشكيله الاطوال انت مش هتواجه مشاكل عكس استراليا، عكس نيوزيلندا. لا انت بتتكلم ان خط النص كله 175 سم 170 سم، بتتكلم اطول واحد فيهم في المدافعين 180 سم، ده اطول واحد، الباقي كله تحت. فانت بتتكلم انك هيبقى عندك تفوق في العرضيات، لان احنا مرموش طويل، رامي ربيعه طويل، حسام عبد المجيد طويل، لا عندك عناصر طولها كويس، حمزه عبد الكريم لو نزل هيبقى بيشكل خطر عليهم. فانت بتشوف الحاله العامه خاصه بعد تصريح ميسي ان بيقول هو نفسه قال كويس ان الناحيه الثانيه منتخب مصر لعب 120 دقيقه، عشان كان واضح جدا على اللعيبه اللي كانت بتقع في الملعب مش قادره تكمل. الاصابه اللي جات لهم، كان في اصابه لمنتخب الارجنتين. فبتشوف التصريح ده ازاي، ووجه رساله للناس اللي دايما بتقلل من المنتخب وشايفين ان احنا تحت وهم فوق. طيب انا هقول لك على حاجه. اول حاجه هم زي ما انت قلت هم لعبوا 120 دقيقه قدام منتخب صعب زي كاب فيردي. ان هم كاب فيردي اصلا ترجع عليهم مرتين، ده حاجه اصلا انت لو تتخيلها اصلا مش طبيعيه، حاجه مش طبيعيه. هم منتخب كاب فيردي ده حلاوته في الجماعيه بتاعته. تمام. وفوزينيا طبعا، فوزينيا ده شيء لوحده، ان هو حارس عنده 40 سنه ويصد كل الكور دي من ميسي. صح. لعبوا 120 دقيقه. بالنسبه لي الماتش اللي انت هتنزله، بالنسبه لي الماتش هيبقى في الاول الشوط الاولاني هيبقى فيه تحفظ كبير من كابتن حسام حسن واللعيبه عندنا. بالنسبه بقى الناس اللي بتقول لك طب انا هشجع ميسي على المنتخب بص انا شايف ده تخلف عقلي. ده تخلف عقلي ان انت تشجع لعيب انت بتحبه وياما فرحك وياما انت عشت معاه القصه من اولها لاخرها، بس في الاول انت عشت مع صلاح برضه 10 سنين مش قليلين. 10 سنين مش قليلين بصراحه. اشرف بن عياد المغربي الصحفي المغربي نزل بوست جميل جدا، وقال لك انت مهما حصل عمر ما ميسي ده هيشجع بلدك ولا هيتمنى لك انك تفوز او تنجح في حاجه، ولا حد ارجنتيني هيشجع منتخب مصر. بالظبط. يعني مش حد هما مثلا بيكرهوا ارجنتيني أصلاً مشجع المسلمين. لليفربول هيروح يشجع مثلا صلاح على حساب المنتخب يعني. فانا شايف، يعني انا متفق جدا مع وهدان في اللي هو بيقوله. لا يعني ما ينفعش اصلا انت يعني منتخب بلدك بيلعب تروح تشجع لاعب بعينه او كلام من ده وبس. وخاصه ان يعني زي ما اقول لك على حاجه، انا من الناس يا عم انا بحب رونالدو جدا جدا جدا، بس لو منتخب مصر قابل البرتغال لا طبعا هشجع البرتغال. بهزر بس كنت اشجع محمد صلاح والله. طب خلي بالك انا ماتش ريال مدريد وليفربول اللي اتكسر فيه كتف صلاح، رغم ان انا كنت بشجع مدريد جدا بقى وكان في عز تألق مدريد وثلاثه دوري ابطال، والله شجعت ليفربول. اليوم ده كله كره ريال مدريد وراموس. انا عايز اقول لك العالم كله مش انا شتمت، انا واحد من الناس شتمت راموس على تويتر. ايوه كان كنت صغير بقى في هاشتاج راموس ده. ايوه كنت صغير بقى. اقول لك على حاجه، وعهد اللي دخلت رونالدو على البرايفت شتمته. انا قلت له يا انت مجنون اللي هنا ابن بلدي يعني. فهو صحابك في الفرقه. يعني خلينا نتكلم بقى بمناسبه النجوم وكده والكلام، يعني الكثير حول كيفيه ايقاف ميسي. تمام. وفي بقى الكلام بقى القليل حول يعني كيفيه الفوز على الارجنتين. تمام. يعني انا شايف الناس كتير قوي بتتكلم على احنا هنوقف ميسي ازاي، الكلام ده كله ده مهم اكيد طبعا. طبعا. الارجنتين كلها خبر ميسي. بس انا مش يعني انا مش نازل الماتش اوقف ميسي، بس انا نازل الماتش
لاعب. ايوه انا نازل واعتقد على فكره ده اللي قاله كابتن ابراهيم حسن، قال لك هي الارجنتين مش ميسي بس واحنا مش مركزين مع ميسي. بالظبط يعني هو يعني خلينا نتكلم الاول في دفاعهم قبل ما نروح لهجومهم. عكس اللي الناس كلها عملته. دفاع الارجنتين على مدار البطوله النسخه دي لحد دلوقتي هم مفعلين وضع توفير الطاقه، ما بيجروش. انا عايز اقول لك ان ميسي على موقع اوبتا من ضمن 680 لاعب هو ترتيبه 680 في السبرنتات. انت متخيل؟ ميسي ما بيجريش. ميسي يعني هو حتى انت لو تلاحظ كده في الملعب هو بيقف بيعمل اسكان كلام من ده بالظبط. ده هو ده مرعب. خلي بالك هو ميسي ده الوحيد اللي لما بيقف ده الوحيد اللي عليه ايه؟ دخان كتير كفته كتير. صح؟ ده دخان كتير كفته كتير. هو كفته كتير ومفيش دخان يعني هو كل حاجه كتير يعني ده الوحيد اللي كل حاجه عنده كتير. بس يعني هو اللي انا عايز اقوله ان يعني ميسي مش مش اللاعب اللي هيجري. منتخب الارجنتين مش اللاعب اللي بيضرب سبرنتات وبيقطع مسافات وكلام من ده. فانت لو تراجعت انت هتديله المساحه اللي هو عايز يلعب براحته. هو عايز يمشي الكوره. هو دايما بيعتمد على ايه؟ اللعيبه هترجع يعني المنتخب او الفريق اللي انا هلعبه هو يرجع يدافع قدامي فانا هلعب براحتي. انا تلتين الملعب معايا، لا انا لازم اخنقه من التلت التاني. يعني انا خط النص عنده مهمه جامده جدا. طبعا مهند لاشين، عوده مهند لاشين ادفانتج رهيبه جدا لمنتخب مصر. عوده مهند لاشين في ماتش زي ده مع تواجد مروان عطيه طبعا وحمدي فتحي في التكتيك والتشكيل ايوه طبعا. يعني انا بس اتمنى ان كريم حافظ يرجع. يعني غصب عنك محتاجه لان انت معكش باك شمال. وبعدين انا ما بحبش فكره ان اكون انا وينج او اكون حاجه زي امام عاشور مع ساديو ماني في 2021. لا انا احب كل واحد يلعب في الحته بتاعته. خلينا نرجع لكيفيه التسجيل على الارجنتين على مدار الاربع مباريات اللي لعبوهم دخل فيهم 3 اهداف. سيبك من هدف كاب فيردي الثاني لان ده هدف اعجازي مهاره خاصه. طبعا. الهدفين اللي دخلوا الهدف بتاع الاردن والهدف الاول بتاع كاب فيردي دخل بسبب غلطه من الباك الشمال عندهم من الجبهه اليمين. ده كانت عندهم كارثه عامه. ده حقيقي. بس اللي انا بتكلم فيه ان هو انت مجرد ما بتعمل اوفرلاب تمام. يعني مجرد مثلا ما الباك يطلع مع الوينج ويبقى في زياده عدديه عندك على جهه من الجهتين، خاصه الجهه اليمين لمنتخبنا اللي هي الشمال عندهم هم بيفقدوا القدره او التمركز تماما. وانا عايز اقول لك ان الهدفين اللي جم فيهم بسبب من نفس الجهه دي. هي الكره اتلعبت من هنا راحت عرضيه واحده، راحت عرضيه بتاع الاردن، الجون بتاع كاب فيردي اتلعبت بالعرض دخل الجون. احنا عايزين نتخانق شويه بقى. يلا بينا. وبما ان احنا هنتجادل وهنسير الجدل في ايه؟ كان عليه دلوقتي. انا بالنسبه لي ان ياسر ابراهيم مش هيلعب الماتش ده بالنسبه لي نعمه وليس نقمه. هقول لك ليه. بالنسبه لي ياسر هو طبعا من اول بطوله جرينتا وكل حاجه وبتاع، بس انا شايف ان حسام هو الانسب للماتش ده بصراحه. انا شايف لا. انا مختلف معاك يعني. انا محتاج انا اقول لك على حاجه. انا محتاج حد على الارض في الماتش ده اكتر ما حد يكون طويل. انا كنت شايف اصلا ان حمدي فتحي يلعب الماتش ده بجوار ياسر او رامي. يعني انا شايف ان احنا محتاجين ده ماتش عايز حد اجريسيف اكتر من كونه تمركز وطول وراسيات. ممكن اميل لحمدي برضه عشان هو جوي. ساكن التشكيل دلوقتي هنجيله كمان شويه. دلوقتي لو قلنا يا جدال في الكره المصريه لازم نجيب اسم حسام حسن. لو قلنا 80% من الشعب 90% من الشعب يلتف حوالين التوأم حاليا، بس برضه في نسبه لازم تطلع لنا كده. والمشكله ان في ناس منهم النسبه دي اعلاميين وصحفيين وناس شغاله في المجال، والمفروض يعني ان هم يكونوا مصريين، مش هقول وطنيين، لكن ما ينفعش ان انت تبقى ضد المنتخب ايا كان الاختيارات وايا كان الحاله المزاجيه اللي ما جاتش على هواك في اي فعل او اي تصرف من الشخص ده، صح كده؟ فانت بتشوف ان كابتن حسام حسن عمل اللي عليه ولا لا لسه، والناس مستنيه انه يطلع من الارجنتين عشان تسلخه. بص اقول لك على حاجه، انت حتى لو طلعت من الارجنتين انا بالنسبه لي كواحد مصري اهو انا مش هقدر اروم على حسام حسن. هو التارجت اللي كان اللي المفروض ان انت حاطه ان انت على الاقل تعدي من دور المجموعات، واديك عديت دور المجموعات وعديت دور ال 32. دور ال 16 بالنسبه لي انت لو خرجت من ميسي عندك شماعه تعلق عليها. بس الفكره ان انت يعني حتى اقول ميسي حتى لو انت عديت منه وخرجت مثلا من سويسرا ولا كولومبيا انت عامل انجاز. انت بالنسبه لي مش مطلوب منك اكتر من كده. مش هقول لك يعني انا بالنسبه لي طموحي ان الكاس ده يعني انا بالنسبه لي كمصري واحد مصري شايف ان انت عندك مقومات ان انت تقدر توصل للمركز الثالث على الاقل. بالنسبه لي تقدر توصل للمركز الثالث او الرابع
تعمل انجاز مشابه لانجاز المغرب. ده طبعا لو المغرب كملت بقول لك ايه، تكسب الكاس يعني. انا اقول لك على حاجه حلوه برضه اخد رايك فيها. حسام حسن حقق المطلوب منه بالنسبه لنا كمان. ليه؟ انت كان ما ينفعش ما تصعدش بالنظام الجديد، ولو انت صعدت اول كنت هتقابل فرقه سهله على الورق قبل ما نعرف ان هي كانت هتبقى السنغال. فكان وانت رايح عارف ان كمان اقل حاجه تصعد من دور 32. ساعتها يبقى انت عملت حاجه مش هنقدر نقول لك فشلت، صح كده؟ وما نقدرش نقول انك انجزت. بس احنا فرحانين ليه؟ عشان اي حاجه بتعملها هي اول مره نعملها. لكن على الطبيعي لا، هو انت لحد هذه اللحظه هو ده الطبيعي، ده الطبيعي يحصل. الجيل ده انا مختلف معاك ليه؟ في النقطه دي. ليه؟ لان على النظام الجديد 48 منتخب يا علاء. على مدار هقول لك على حاجه، انت اقل حاجه توصل دور 16. هقول لك على حاجه، انت تارجت يعني التارجت بتاعنا في بدايه كاس العالم ان احنا نكسب ماتش. نكسب ماتش؟ مش ان احنا لا انا بشوف ان التارجت بتاعنا لا ان انا رايح يا راجل. لا بس انت ما عملتش حاجه عشان الاقي ناس تقول لك حسام حسن تخطى حسن شحاته والجيل ده احسن من الجيل بتاع 2009 و8 و10 هو حتى صلاح لما اتسال عن الموضوع ده قال لك هو كل جيل طبعا مختلف عن الجيل الثاني. هم على فكره لا مش حوار لعيبه، الجمهور. انا شفت جماهير بتقول لك بص يعني انا هقول لك على حاجه. خلينا بس قبل ما نروح لحته حسن شحاته والمقارنه وكده، اللي احنا فيه ده احنا بلس. يعني ايه بلس؟ انت التارجت بتاعك، انا من وجهه نظري التارجت بتاعك انك تكسب ماتش. حققت المكسب ده، بالتالي صعدت بسبب التعادل مع بلجيكا والاربعه بونت اللي انت خدتهم، وكمان خدت بونت من ايران. فانت يعني انت برضه صاعد بسيتويشن كويسه قوي. رحت بعد كده دور ال 32. انت اللي كان ضغطك قدام استراليا ان انت مش عايز تطلع من استراليا. تمام. انا لو ماتش الارجنتين كان في دور ال 32 مش ال 16، كان زماننا بنقول يا جماعه كتر خير الدنيا واحنا عملنا الانجاز. حسن تفوق على حسن شحاته ولا لسه بدري قوي على الكلام ده؟ لا طبعا يعني انا عايز اقول لك بصراحه لسه بدري على الكلام ده. لسه بدري يعني 3 افريقيا لا يقارنوا. طب ما انا هيبقى اسمي دخل التاريخ اول واحد واول مدرب يحقق فوز لمصر في كاس العالم، واول مدرب يصعد دور 32، واول مدرب يصعد دور 16. ولو كسبت الارجنتين هبقى اول اول حاجه ماشي. انا اول مدرب يخلي المنتخب يسجل 5 اهداف وكل مباراه بيسجل، وبخليك تلعب حلو، ما بتركنش الاتوبيس ورا زي كوبر وغير كوبر وكيروش حتى مع غانا دلوقتي. ماشي انا متفق معاك في الكلام ده، بس ده ما يساويش. لا ما يساويش. لا انت تعمل لي مكالمه، احنا نخش مكالمه هتفهم. مش اعمل لي مداخله. انت كلمني اسلام سامي. انت كلمني راجل من بقى، كلمني راجل اعلامي كبير. انت اتكلم رن لي على الراجل ده. هو اللي ايه، راجل بقى بيفهم في التحليل وراجل راجل زميل عزيز، هو بقى يحسم القصه دي. راجل بقى قاعد في الاستوديو طول النهار يا اسطوره. ايه يا حبيبي، ايه الاخبار؟ كله تمام. بقول لك ايه، احنا يا باشا بنصور دلوقتي واتخانقنا خناقه كده. هقول لك دلوقتي، انت شايف ان حسام حسن الانجاز اللي عمله في كاس العالم يساوي انجاز ال3 افريقيا بتاع حسن شحاته؟ اديني التليفون ده. خد احمد حسن معاك يتفاهم معاك في الموضوع ده. الاعلام الكبير يا ابو حميد، عامل ايه؟ منورني ومشرفني والقهوه كلها نورت. حبيبي منورني وربنا يكرمكم يا رب، والله بالتوفيق دايما يا حبيبي. حبيبي الله يخليك. دلوقتي احنا قاعدين بنتناقش مع الناس واتخانقنا خناقه صغيره كده، عايزين نكبرها شويه. يا سيدي كابتن حسام حسن كابتن حسام حسن، في فئه كبيره دلوقتي بتقول لك الراجل ده مش احسن حاجه، وفئه ثانيه تقول لك لا ده تخطى انجاز الجيل الذهبي، وكمان تخطى كابتن حسن شحاته لانه عمل انجاز في المونديال محدش في تاريخ مصر عمله. انت بتشوف الموضوع ده ازاي؟ عايزين نحسم القرار ده. انا مش هقدر احسم لك القرار ده. انا بصراحه ضد فكره المقارنات والفجر. تمام. يعني ان هو ايه، ده يبقى احسن من ده وش. ما تقدرش ابدا تشيل تاريخ كابتن حسن والجيل الذهبي، لان في الاخر كاس الامم الافريقيه احنا 3 بطولات ورا بعض. تمام. يسيطر على افريقيا، لعب احلى كوره، ده انجاز عظيم. الانجاز التاني تقدر تقول ما يقلش ابدا عنه الكابتن حسام لغايه دلوقتي، حتى لو لا قدر الله خسرنا من الارجنتين. انت طول عمرك عندك مشاكل مع كاس العالم. تمام. منتخب مصر بتاريخه ده كله ما بيوصلش اصلا كان كاس العالم، يعني دي رقم صح. مره. صح. فالراجل وصل بيه كاس العالم في التصفيات، مقدم اداء كويس.
لا انا متصدر التصفيات صح. ووصل لكاس العالم صح. وكسب ووصل الدور الثاني وكسب استراليا ومؤدي اداء كويس راجل ومغير بيسجل في كل فكر ماتش. المنتخب. طبعا انت ما كناش بنجيب جوان اصلا في كاس العالم. ايوه، انت النهارده كام جون يا ابني؟ يعني 5؟ الموضوع- الوضع مختلف. ما كناش بنشوف الحاجات دي. احنا ما كناش عايشين. لا زائد ان الاخر كام سنه انت كنت منتخب دايما بيلعب أيوة. الكوره وبيدافع وعنده مشاكل في الكواليتي وعنده مشاكل في اللعيبه. صح. حسام الفرقه دي جدا طلع نسخه مختلفه من صلاح. صح. طلع لعيبه جديده، يعني عامل شغل عظيم. تختلف معاه في حاجات، تختلف بس في المجمل. صح. لا طبعا عامل انجاز. لكن انت ضد المقارنه بشكل عام. انا عامه مش من هواة المقارنات. نجحت كابتن حسن في المقارنه شويه غريب. يعني عامل ناس عظيمه موجوده، وكابتن حسام راجل عظيم ولسه قدامه كتير يعملوا للمنتخب ان شاء الله يعني. لكن الظروف غير الظروف والمنافسين غير المنافسين واللعيبه غير اللعيبه. صح. صح. حاجه يعني انا عامه دي وجهه نظري يعني، مع احترام الاراء كلها والله كل. صح. طيب انت بتشوف ماتش الارجنتين، انت طبعا عارف ان في فئه من الشعب ما شاء الله عليها واعلاميين كتير وصحفيين، والواحد بيزعل، لكن برضو اهي فئه بتقلل دايما من المنتخب، بتقلل من انجاز كابتن حسام، دايما بيصطادوا له مستنيين اي غلطه. فبتشوف ماتش الارجنتين ازاي، وايه اللي هيحصل لو كسبنا او خسرنا؟ يا اخي يا رب نكسب ويحصل باذن الله نكسب. نعيش في ايام جميله لو ربنا كرمنا وكسبنا يا رب يا رب ان شاء الله ان شاء الله يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه ماتش صعب جدا طبعا جدا يعني. صح. الطبيعي ان انت تقول ان الكفه رايحه للارجنتين. صح. بسبب ايه؟ بسبب ميسي في المقام الاول والمنتخب وقوته وكل حاجه. ماتش كاب فيردي يعني بيني وبينك ادانا شويه امل وطموح ان نقدر نعمل حاجه. بص انا ان شاء الله على يقين تمام. نعمل جيم جامد باذن الله. باذن الله جيم جامد وجيم يشرف، ومهما كانت النتيجه دي عند ربنا. اللعيبه بتاعتنا مركزه وكابتن حسام مركز. هم يعني دايما الناس تقول لك ايه بس وقف ميسي. ما هو يا جدعان ما يقدر على القدره الا ربنا، هنوقفه ازاي؟ ما كان العالم كله وقفه قبل كده يعني. أيوه. ممكن تعمل كل حاجه وفي ثانيه يكلفتك ويخلص الدنيا يعني. صح. لكن يعني يا رب يكون ربنا شايل لنا الخير، يكون شايل عمر مرموش مثلا وهيثم حسن. عنده سوء حظ. لا يعني اي حاجه. بس انت شايف هيثم حسن ممكن يبدا ولا هينزلوا دكه برضه شوط تاني؟ والله انا عندي احساس ان هو صعب اعتقد فيه عشان الادوار الدفاعيه بس. انا تمام. سامع ان هيثم كابتن حسام مبسوط باللي عمله في الماتش، بس انا بشوف يعني ان زيكو بيدي الكابتن حسام ادوار اللي هو محتاجه. لو لعب على الجناح هو صح. كمان. صح. والجيم ده كمان عايز رجاله تقفل عمق الملعب اكتر واكتر وتخنق عمق الملعب اكتر واكتر عشان الكوره ما تروحش لميسي بالسهل، ما تروحلوش في وضعيات مريحه تمام. بالنسبه له يعني. فاهم؟ توقعك بقى. قوي جدا دفاعيا. لسه بيخش يعني في الاجواء بتاعه الماتش. صح. عايزين توقع بقى لنتيجه المباراه. ده سؤال صعب قوي يا احمد. توقع بقى، يمكن احنا هنا في القهوه كل ما حد بيتوقع حاجه بتطلع صح. يا رب يا مصر تكسب بس يا رب. طيب. يا رب. خلاص ماشي. اي حاجه. ان شاء الله نكسب ونقدم، والصحافه كلها تتكلم ان احنا خرجنا بطل العالم وميسي وينه وكسرنا عينه. والله العظيم هو ده الروح الواحد نايم بيحلم بيه، مش عارف هنعمل معاه ابن اللذينه ده، فربنا يسترها يا رب ان شاء الله. يا رب باذن الله. المهم برضو ان احنا مصدقين، يعني كله بيتكلم دلوقتي برضو يا علاء ان احنا يا جماعه بنقول هنكسب ومصدقين جوانا ان احنا هنكسب، مش بنقولها كده دي اكتر حاجه كابتن حسام غيرها في الفرقه صح. دي والله وفي الناس. ان الناس كتير قوي دلوقتي خش كده على السوشيال ميديا هتلاقي كل شويه حد كاتب ايه؟ طب قول لكم بقى احنا هنكسب الارجنتين. هو فكره ان انت بقيت مصدق. على فكره العرب والمصريين والاجانب كمان، الصحافه الاجنبيه كلها بتتكلم عننا برضو في الموضوع ده. طبعا انت دلوقتي الناس مصدقاك. انت ممكن يكون يعني ممكن في الاخر ربنا ما يكونش كاتب انك تكسب. صح. في الاخر انت عملت حاجات تبني عليها كتير قوي لقدام، وان انت نازل مصدق ان احنا كنا بنخاف احيانا. كاب فيردي دي من نسختين في كاس الامم ولا حاجه مع فيتوريا تعادلنا معاها. ايوه دي غسلتنا يا راجل، ده احنا كنا بنعيط. دي حاجات صح. اتغيرت كتير قوي مع كابتن حسام. صح. ربنا يتقل تختلف تتفق في حاجات، لكن الراجل غير في حاجات كتير قوي في عقليه اللعيبه والجمهور بصراحه يعني. والله يعني انت نورتني وشرفتني وشرفت القهوه كلها والناس مبسوطه هنا منوره بيك وبعلاء وكل الناس الحلوه اللي فيها.
حبيبي يا كابتن، ودايما تكسر يا حبيبي. حبيبي الله يخليك. خد علاء معاك اهو. يا اسطوره، يا حبيب قلبي. يعني ما قلتلناش برضه يعني حسام حسن ولا حسن شحاته؟ مفيش يا بيه، مفيش. والله اصل انا يعني صعب قوي، صعب قوي يعني. صح يعني ده. تقدر اقول لك الانجاز ده زي الانجاز ده طريق، ده طريق وده طريق تاني خالص. كل حاجه ايوه طبعا. انا ما اقدرش احسب لك، اصل ده صعب قوي. حبيبي يا اسطوره، شكرا على المكالمه المفاجاه دي، بس حبيت اخدك. حبيبي يا اسطوره، حبيبي يا اسلام، تسلم يا حبيبي. ماشي. واضح ان لسه في جدال وفي نقاش والموضوع مفتوح، وشكل كابتن حسام حسن قدامه كتير عشان نبدا ان احنا نحسم فكره دي احسن او دي احسن، صح كده؟ بص، انا عايز اقول لك على حاجه. انا حسام حسن عموما يعني شخصيته هو وابراهيم ان هم دايما بيحبوا يكسبوا. يعني هو دايما لما بيدخل اي مقارنه اي حاجه من دي هو بيحب يكسب. هو بيجي على نفسه، بيجي على كل حاجه في حياته. هو من زمان، من وهم شباب، يعني من بدايه ظهورهم في الاهلي وهم كده. فدي حاجه هتبقى دافع بالنسبه له، اللي هو لا، انا خلصت انجاز كاس العالم، انا ما شبعتش. يعني خلي بالك بالنسبه لاي مدرب تاني هيقول لك خلاص يا باشا انا شبعت، انا حققت التارجت بتاعي واللي مطلوب، ودي حاجه انا هعيش عليها العمر كله. انما بالنسبه لحسام لا يا باشا، هو حسام مش هيحل غير لما ياخد افريقيا. وعلى فكره انا بشوف من احسن الحاجات اللي حصلت التجديد لحد 2030. يعني انك تكمل مع الراجل ده وبدا معاك من سنتين، صح؟ بنى حاجه، عمل حاجه، حقق انجاز ما، هو لازم فعلا هو اللي يكمل. ان احنا دايما بنعاني من فكره الاستقرار من بعد كابتن حسن شحاته والاربع مواسم او الخمس مواسم اللي قضاهم معانا، وعينك ما تشوف الا النور. نمشي مدرب، نجيب مدرب يغلط نجيب الوطني، ماشي الوطني نجيب الاجنبي، ماشي الاجنبي. يا راجل ايوه. وبعدين بقى في اخطاء، يعني اجيري مكسر الدنيا مع المكسيك، صح؟ خرج من فرقه صعبه ولكن مكسر الدنيا مع المكسيك، ده مش ليه؟ فيتوريا برضو على مستوى الانديه كانت ارقامه كويسه، وعلى مستوى المنتخب كانت ارقامه كويسه، اخفق في بطوله ما، هو مش بتاع بطولات مجمعه مثلا، برضو مشيناه، مع ان ممكن يكون العيب مش في المدرب. لكن المره دي هي المره الوحيده اللي انا حاسس ان فيه تخطيط، في كيمياء عموما، يعني في اعداد، في تحضير، وكابتن حسام حسن عمل غربله للفرقه. في لعيبه مشت، في لعيبه جت، اسامي كبيره مش هنقول اسماء بقى، بس في لعيبه انت عارف انا مين هم مين، وهدان عارف هم مين، والناس عارفه هم مين، وفي لعيبه كانت تستحق تكون موجوده برضه، وفي لعيبه كانت بس انا هقول لك على حاجه، عشان في جدال دايما على حوار مصطفى محمد بقى. لا انا خلي بالك، انا ما بتكلمش انا عن مصطفى محمد. انا شايف ان رقم واحد اللي كان يستحق انه يكون ماشي. موجود محمد اسماعيل. انت اصلا محتاجه. يعني خلينا نفصل الموضوع. هنقول غلطه وبتحصل، بس انا شفت لقاء لاسماعيل قال لك انا كده كنت عارف كده ان انا حتى لو رحت هو مش هيعتمد عليا. فنقدر نقول هل كابتن حسام حسبها وهدان مثلا حسبت ان كده منعم او اسماعيل مش هو الورقه الاساسيه بالنسبه له، هي ورقه احتياطيه فمش هتفرق كتير، ولا بتشوف ان لا ده مصاب مش جاهز يبقى الاحق لاسماعيل طالما جاي، وان منعم كده ما كانش هيزعل لان هو شايف نفسه اصلا مش مثلا هو موجود وانت لا فاهم، يعني مفيش مقارنه اصلا. هو الموضوع برضو يا احمد تحس ان في يعني اختلاف المراكز طبعا بين مصطفى محمد وعبد المنعم، ده مركز مدافع وده مركز تاني مهاجم طويل وكلاس ايه، هو حب يميل ان هو يروح لاكتر لحمزه عبد الكريم، فاهم ان هو لسه شاب ولسه عنده. مصطفى محمد خد فرصه واثنين وثلاثه، هو كان يجيب اسماعيل مكان عبد المنعم. اسماعيل بالنسبه لي اسماعيل كان يستحق ان هو يروح، بس حتى كورقه اسماعيل كورقه احتياطيه، فاهم برده ما كانش هيشارك او ما كان هيشارك. ماشي، بس يقول لك انت لما احتجت مدافع اتصاب واحتجت نزلت مين؟ نزلت عبد المنعم. الله يسهل لك يا حاج، نزلت عبد المنعم. ها بالنسبه لي ان هو ما كانش جاهز، فايه اللي حصل؟ يعني هو قتل عبد المنعم بالاصابه، يعني القعده اللي قعدها دي منظره كمان وهو خارج كان صعب. وحاجه اللي هو طب انا مش جاهز اشارك، كنت جبت اللي جاهز او الاجهز، انا ما بلعبش على الاحتراف بس، صح يعني. انا عندي راي مثير للجدل شويه في قصه عبد المنعم دي. عبد المنعم تمام، خاصه في الموضوع بتاع المنتخب، عبد المنعم موهبه ما حدش يختلف عليه طبعا، يعني خلينا متفقين على ده. بس عبد المنعم معلش انا اسف للناس، خاصه يعني الناس اللي بتحب عبد المنعم. عبد المنعم تاريخه كله او كاريره كله موسمين. الموسم هو ظهر قبله ماشي، بس الحظ برضه ما خدموش او النصيب ان هو لما طلع اوروبا في عز توهجه اتصاب وجاله صليبي يعني. اوكي هو اتصاب، انا معاك في ده تمام. عدم تواجده في منتخب مصر كان هيخلينا نقول في ناكي عبد المنعم، كان هيكسبه مش هيخسره عشان تبقى عارف. انما تواجده في منتخب مصر
خسروا كتير قوي. اولا خسروا تفاقم الاصابه، خلي بالك دي مشكله. يعني عبد المنعم مشواره انتهى مع المنتخب، تمام. نقطه تانية، انت يعني الناس هتبدا تتكلم فيها، انت اصلا خدت الراجل اللي هو مصاب، يعني هل انت خدته تقضي عليه ولا خدته على امل ان هو يبقى كويس؟ اصل هو المنتخب انت بتاخد حاله، انت بتاخدش مثلا لعيب او كلام من ده. هو لاعب قاعد بقاله موسمين بيعاني من اصابه كبيره، لسه راجع، لسه بيحط رجله في الملعب. في نفس الوقت انت عندك لاعب محلي بس متالق مع فريقه، جوكر، هيديك في الباكين، هيديك في قلب الدفاع، هيديك كمساك، هيديك كمركز 6. دي قطعه انت محتاجها في منظومتك كمنتخب مصر حاليا، وده ظهر جدا جدا جدا، خاصة في الشوط الثاني في ماتش ايران وماتش استراليا كامل. انت كنت محتاج محمد اسماعيل. طيب خلينا بقى نتكلم في ملف تاني، خلاص الملفات بتخلص. محمد صلاح محتاج ياخد حقه بعد سنين كتيرة من الانتقادات والهجوم، ومحمد صلاح الانجليزي بتاع ليفربول، واخيرا يتحول من الانجليزي البريطاني الى النجريجي النجريجي الطنطاوي الغربي بتاع الغربيه. انا عايز اعرف منك يا وهدان، بتشوف ايه اللي حصل جديد يخلي محمد صلاح اللي زينا بيسمع الليسي وبيسمع حمو بيكا وبيرقص على مهرجانات شعبيه وبيتشال على الاكتاف وراجل بيرقص وحافظ؟ انت حفظت الاغاني دي امتى؟ انا في اغاني مش حافظها. فشوف الموضوع ده ازاي؟ انا بشوف بصراحه ان صلاح تحوله ده يمكن ربنا كان شايل له بعد كل الاخفاقات الكتير اللي حصلت له في حياته، افريقيا 2017 وافريقيا 2022 وعدم التاهل لكاس العالم اللي فات. ربنا كان شايل له حاجه كبيره جدا، هو اللي هو كاس العالم ده، ان هو يسجل فيه ويعمل كذا اسيست، وان هو يبقى خلاص هيتساوى راس براس مع ميسي في ماتش واحد. والماتش ده هو الماتش اللي صلاح فعلا يستاهل فرصه ثانيه ان هو يقابل ميسي. يعني هو لما قابله اول مره خسر منه 3-0، وميسي هو اللي خد السبوت لايت في الماتش كله، يعني بالفاول اللي حطه في ماتش ليفربول ال 3-0 ده. انا شايف ان صلاح رجع مش هنقول رجع البوست اللي انتشر اللي هو بقيت مصري وبتاع، لا انا شايف ان هو مر على فترات تغيرات كتير حصلت في حياته. حلو ان هو ابتدى رجع وخلاص، ان هو ختم القصه بشكل مثالي. يعني هو حتى لو خسر وطلع بره، انا شايف ان هو ختام القصه كان بشكل مثالي بشكل حلو. مش مفيش ختام ولا حاجه، راجع لك انا مكمل يعني، بس لا هو راجع كان مكمل مش هيعتزل يعني، مش هيختم لسه، ممكن يلعب كاس عالم جاي. رونالدو عنده كام سنه؟ رونالدو عنده 42. ميسي عنده كام سنه؟ ميسي عنده 39. معلش صلاح دلوقتي في الكوره زيه زي ميسي تسويقيا واسطوره. النهارده ليفربول بيقول لك ده رابع اسطوره في تاريخ النادي. احنا انت واصل لمرحله ايه؟ فطب ما يلعب لحد ال 38، ما يلعب كاس العالم الجاي عادي جدا، يحافظ على الفورمه وتمارين وبتاع، هو بنسبه كبيره شكله مكمل في اوروبا، احنا ما نعرفش النادي. يا علاء طب بتشوف بقى ان صلاح التحول اللي حصل له ده زي ما وهدان قال، ده تحول شخصي بحت من اللاعب، ولا ده دور من كابتن حسام حسن؟ وزي ما كنا بنقول هتقولنا حسام حسن، نسينا نشوف نسخه صلاح مع حسام حسن. بص انا هقول لك على حاجه، انا رايي في صلاح يعني عموما مع المنتخب، صلاح طول عمره شايل المنتخب. انا مش شايف بصراحه ان صلاح اثر في اي وقت مع المنتخب خالص، بالعكس صلاح لعب كاس العالم 2018 وهو مصاب. يعني صلاح راح روسيا، الكلام ده كان عمر جابر بيقوله من قريب، ان صلاح لما راح روسيا كان واخد معاه دكتور على حسابه الشخصي من ليفربول، وكان بيتمرن تمارين تاهيل شخصيه بحته ولوحده، وكان عايز يلحق اي ماتش فعلا. انا عايز اقول لك ان بعد كاس العالم في البري سيزون بتاع ليفربول صلاح ما لعبش، صلاح فضل فتره عشان ما كانش جاهز. معنى كده ان هو يعني صلاح تحمل على نفسه عشان يكون موجود، وده ظهر قوي يعني. بيحلم طول حياته بكاس العالم ويصعدنا كاس عالم وما يلعبش كاس عالم، كانت صعبه قوي ساعتها، الاصابه جات له في توقيته. يعني صلاح صعدك كاس عالم، ايوه، وعمل معاك حاجه تاريخيه، وفي الاخر ما يلعبش كاس عالم، فهو يعني برضه حالته النفسيه ساعتها. ايوه طبعا. طب اروح لسؤال تاني بما انك اتكلمت في الجزئيه دي، هل اداء محمد صلاح والعنف ده والشده دي والروح دي راجع لفكره ان صلاح مدرك ان انا بمر بلحظه كنت هموت عليها النسخه اللي فاتت وساديو ماني طلعني، كنت هموت عليها في 2018 في عز ما انا كنت صلاح في اوروبا ولسه صغير وما جاليش نصيب ان انا اروح واتصاب، فهو عايز يعوض، لان انت بتتكلم عامل 4 مساهمات في اول نسخه لكاس عالم، وبتتكلم 5 مساهمات ده لو نسختين، يعني هو عامل ارقام كويسه جدا. النهارده هو بيسجل هدفين صح؟ ايوه. وصنع كام؟ هو صنع 2 وسجل هدف. النسخه دي مسجل صنع 2 وسجل هدف، والنسخه اللي فاتت سجل 2، يعني 5 مساهمات. 5 مساهمات. بتتكلم ان محمد امال لو بيلعب بقى زي اللعيبه دي كل موسم 6 مواسم كاس عالم، يعني الراجل عنده متالق اهو. وبعدين انت
بتتكلم ان لحد دلوقتي في كاس العالم 2026 اللاعب الاكثر صناعه فرص. محمد صلاح الماتش اللي فات بتاع استراليا خد افضل لاعب، مش عشان سجل، مش عشان ساهم، لكن عشان كان اكتر لاعب خلقا للفرص، واخد تقييم عالي جدا في المباراه. فانت شايف ده ولا شايف ان لا حسام حسن الشخصيه والروح والاجريسيف هو اللي وجهه وهو اللي... بص، يا شخصيه المنتخب فرقت جدا، وخلي بالك حسام عمل حاجه مهمه جدا، هو شال الحمل من على صلاح، لان هو صلاح دايما بيعمل في نفسه الموضوع ده اللي هو ايه، في اي اخفاق للمنتخب هو اللي بتصدر المشهد. هو حتى بيتكلم مع اللعيبه في النقطه دي، يعني لما الكواليس مثلا بتجيلنا او المصادر او كده يقول لك ان دايما صلاح بيقول للعيبه خلاص انا اللي هشيل الليله، يعني انا اللي هتصدر الموقف. وانا في فيديو طلع لمهند لاشين ومروان عطيه كان بيقول لك طبعا مع احترامنا لحسام حسن والكلام ده كله، قال لك احنا صلاح هو ليه دور كبير جدا 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 في اللي احنا واصلين له ده والمستوى اللي احنا واصلين له ده، لانه طبعا بيديهم من خبراته وبيديهم من تجاربه في اوروبا، لعب مع ناس بروفيشنال على مستوى عالي جدا 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 في مراكزهم كلها، يعني بيشوف الناس اللي بره بتعمل ايه فبينقل لهم خبراته. فده يعني بيوري لك ان قد ايه تاثير صلاح مهم، تاثير صلاح مهم مع المنتخب. وزي ما قلت قبل كده ان هو ايه، خلاص ما عندوش، يعني انا بالنسبه لي شايف ان صلاح خسر كل فرصه مع افريقيا. يعني بالنسبه لي كان اكتر فرصه قريبه كانت افريقيا الاخيره لما وصل للسيمي فاينل، يعني بالنسبه لي كانت دي الفرصه الوحيده اللي هو خلاص كان قريب قوي ان هو يمسكها، حتى ماتش الكاميرون برضه. اقول لك على حاجه من الاخر في نقطه صلاح، كفايه ان احنا في ماتش زي الارجنتين بنقول ان هم هينزلوا عاملين لنا حساب هيمسكوا صلاح ورقابه لصيقه. كاب فيردي عملت عليهم ماتش وما فيهمش السوبر ستار والميجا ستار، انت عندك مرموش، عندك صلاح، هيثم حسن، لو هم اتفرجوا حتى على الشوط الثاني هياخدوا بالهم ان الراجل ده خطر. امام عاشور حدث ولا حرج، يعني هو مسمع من بدري. فانت نازل معاك 4 لعيبه في الملعب، 4 وعارفين ان شوبير كويس، فانت افضل حارس في دور المجموعات. هم نازلين حتى لو هم كاب فيردي احرجتهم، لا انت هتحرجهم مش بس مجرد اداء وشخصيه، لا انت عندك لعيبه. خلينا نروح بقى للتشكيل وبعدها التوقعات عشان نقفل الحلقه دي بقى ونستعد للمباراه بقى. انا متحمس جدا ومستنيها. يعني انا كنت بقول ايه، انا لو مكان مدرب كابتن حسام حسن هقول للعيبه حاجه حلوه قوي. لو انت في صحراء وطلع عليك اسدين ومعاك مسدس فيه طلقتين او طلقه واحده، انت فاهم هتموت واحد هيتبقى واحد، يا تجري يا تتحدفوا باي حاجه. لو انت في البحر ما بتعرفش تعوم وغرقت، يا عم دبش، يعني على قد مش هتسلم للموت. فانت كده كده ما عليكش ضغط، انت حققت المطلوب خلاص، اللي على الورق خلاص. فيا جماعه انت كده ميت وكده ميت، انت عندك حاجه تخسرها؟ ما انت خسران كل حاجه. انت لو خسرت من الارجنتين انت طلعت بره، ما حدش يقول لك حاجه. ولو كسبت الارجنتين برضه يبقى زياده منك وهنفخم فيك. فما تلعب للمجد يا عم، ما تلعب ليوم تاريخي. يبقى 7/7 ده هيبقى يوم تاريخي في حياه مش الكره المصريه، ده في تاريخ مصر. ممكن يبقى اجازه رسميه بعد ده بجد. انت متخيل ان انت حظكم كمان انه جاي تاريخ مميز؟ الحاجات دي ما بتجيش صدفه. 7/7 الساعه 7 واحنا واخدين 7 يعني 7 يا راجل، وعدو ميسي التاريخي رقمه 7 وميسي 10 ومحمد صلاح 10، يعني ارقام مشابهه كتير. انا اقول لك على حاجه يا عم العب للمجد، العب للتاريخ. انا شايف يعني نروح من الموقف اللي انت بتقول عليه. يورجن كلوب لما كان مع بروسيا دورتموند قال خطبه مهمه جدا، كانوا بيلعبوا بايرن ميونخ في نهائي دوري الابطال اللي هو بتاع 2013. قال خطبه حلوه قوي، قال لك انت اتفرجت على فيلم روكي؟ فيلم روكي هو واخد الاوسكار ليه؟ تمام، هو واخد الاوسكار لان هو مستوحى من قصه الملاكم محمد علي لما جه يلاعب لعيب صغير. تمام، قال لك انا فضلت قدامه 15 جوله. 15 جوله في الملاكمه ده رقم كبير جدا. فاللي هو انت هم كلهم معاهم كل الامكانيات وانت ما عندكش حاجه تخسرها، فانت ما تخافش غير المنتخب اللي ما عندوش حاجه يخسرها. كاب فيردي لعبتهم على كده، اللي هو كاب فيردي الطرف الضعيف. وانت بص انت هتلعب على دي اكتر ليه؟ اصل هي 90 دقيقه يا عم، خش انك خسران الماتش وكده كده هتروح. هي 90 دقيقه. لو انت يا عم تعبت طول الموسم ولعبت كتير وخلاص عايز تريح تاخد الاجازه الاسبوعين ولا الشهر اللي متبقيين، ما جاتش على 90 دقيقه يعني خلاص هو ماتش والسيزون اوف بالنسبه لك هيبدا، فاهم؟ يا عم موت نفسك. بالك هي ميزه، يعني انا شايف بصراحه ان عدم وجود ضغوط او انت مش مطلوب منك حاجه، دي ميزه مش عيب. زي بطل العالم زي اللي ما فات بالظبط، بطل العالم. انا عايز اقول لك الارجنتين اخر ماتش خسروه قدام فرنسا في 2018 في كاس العالم. فانت بتتكلم عن فرقه هي بطل النسخه اللي فاتت، ما خسروش من مده كبيره جدا. هو السعوديه 2-1 تمام، ايوه مظبوط. وماتش السعوديه 2-1 تقريبا من وقته ساعتها خلاص. حتى لو سالت السؤال انا ازاي اقول لك ما طب اعرفش. صلي على النبي، هي السعوديه لما كسبت الارجنتين كانت تعرف ان الجيل ده اللي هياخد كاس العالم؟
فانت تقدر، والجيل ده اللي خد كاس العالم خسر عادي من يعني السعودية. انا شايف ان انت كمان مش نازل الماتش ده بصيغه الاندر دوج. لا انت نازل ند بند. انت يعني انت في الاول لو ظروف المعطيات والماتش انت نازلها كاندر دوج هتخسر، واللعيبه واصله الحاله. يعني امام عاشور يقول لك انا ان شاء الله مش هنرجع غير بميداليه، ان هو باصص نص نهائي، مش هقول باصص للنهائي. ايوه ده حقيقي. بس باصص للسيمي فاينال. انا عايز اقول لك ان حسام حسن طالبهم في اوضه اللبس على في الاول، ده كان لسه في الاول كمان بعد بلجيكا. ايوه قال لهم انا عايز اوصل نهائي او من بدري اهو، عشان ما يقولكش احنا لا الراجل. انت متخيل هو طالب اللعيبه قال لهم انا عايز اوصل نهائي كاس طب عالم. نقدر نعمل ده يعني انت ممكن الظروف، خلي بالك الكوره ما فيهاش لو مستحيل. عدينا الارجنتين. ما لسه برضه خلي بالك لا المحطات لا كلها صعبه. لا هقول لك على يعني حاجه. خلينا ناخد يعني لا هقول لك على حاجه عشان ايه، ناخد التشكيل وتوقعاته ونقفل الحلقه دي. في ميزه محدش واخد باله منها، الارجنتين لو انت عديتها انت تاخد دفعه معنويه جامده جدا. واي منتخب هيقابلك بعد كده في السيمي او في الثمانيه هيحترمك جامد جدا. الثقه الزايده دي بتودينا في ده. فاهمك انت الابر هيد. لا مش مع حسام حسن. ماشي مش مع حسام حسن. التاريخ بيقول كده. بس مش مع حسام حسن، لانه بيبان كل ماتش، وبان جدا على انفعاله في الكوره اللي ضيعها عمر مرموش. الراجل ده مش بيهزر. الكوره دي كانت خلصت. الراجل ده مش بيهزر، الراجل ده مش فارقه معاه شخصيات ولا اسامي. الراجل ده انت ازاي تضيعه؟ لا انت تركز لي. الراجل ده اكيد بيسلخهم وكله بيهزر في التصريحات، لكن كذا حد قال لك لا الراجل ده بيبهدلنا، الراجل ده بيكوننا بيشتمنا والمنتخب كان محتاج ده. عايزين نروح للتشكيل. شايف نكمل على نفسي، احنا لحد دلوقتي ما غيرناش التشكيل يا علاء صح؟ ما غيرناش، مفيش غير مره واحده بس مرموش بدا مكانه مين؟ تريزيجيه. دي المره الوحيده اللي كان حصل فيها تغيير، لكن الماتش اللي بعده اللي فات استراليا مرموش رجع تاني صح؟ هل هنبدا بنفس التشكيل وزيكو وكده، ولا شايف ان الماتش ده محتاج تشكيل اخر؟ لا يعني انا بصراحه من وجهه نظري شايف ان الماتش ده يعني يناسبه اكتر 4-3-3. انا شايف ان كده هتلعب هجوم، انت كده مش تلعب 5-3-2 او 3-5-2 او الكلام ده. انت نازل الند بالند كده، خلي بالك. ايوه مظبوط. انت نازل الند بالند كده. ايوه مظبوط طبعا. انا شايف بصراحه ان احنا طول ما احنا بنضغط على الارجنتين في الثلث الثاني انا هكون في الامان. انا لو تراجعت ايوه انا لو تراجعت انا هديهم اللي هم عايزينه. انا شايف بصراحه ان يعني الطريقه الانسب لينا 4-3-3 طبعا. شوبير خط الدفاع هنبدا من اليمين محمد هاني، الشمال اتمنى ان كريم حافظ يكون جاهز يعني ان شاء الله. قلبين الدفاع هنقول لو ياسر جاهز يبدا بياسر مع حمدي فتحي، لو ياسر مش جاهز نحط رامي ربيعه. خط النص هنحط مهند لاشين تمام. قدامه مروان عطيه، يعني مهند لاشين هيكون سايد شويه تمام. قدامه مروان عطيه وقدامهم امام عاشور. امام عاشور طبعا اللي بينقل الكره وبيحرك اللعبه وكده. على اليمين هيثم حسن يبدا. على الشمال عمر مرموش، وانا عايز عمر مرموش يرجع شمال، كفايه قوي عمق شويه على عمر مرموش. وصلاح في العمق. التشكيله دي وليه هيثم حسن بالذات؟ علشان النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها ان انت ازاي تسجل في الارجنتين. انت لازم تستخدم الجبهه اليمين بتاعتك اللي هي الشمال عند الارجنتين. اقول لك على حاجه برضو انت لفت انتباهي ليها يا جماعه، اصلا لعيبه الارجنتين دلوقتي قاعده بتفكر في محمد صلاح، وانت عايز لاعب شبه محمد صلاح، بل بالرغم ان هيثم مهاري اكتر من حيث المهاره والمراوغات عن صلاح. مارتينيز ده ترقص ترقصه من صلاح في اليونايتد قبل كده فاكرها؟ ده غير ايماليانو حارس المرمى اتهرى برضه من صلاح. فانت الماتش ده هو عاوز فعلا حد سافل ياخدك كده 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 زي هيثم حسن. فانت فعلا محتاج الماتش ده هيثم حسن اكتر من زيكو، فانا بحييك جدا. هل ده هو يعمل كده الله اعلم، بس لان هو ليه قناعات شخصيه بحت. بس انا هقول لك على حاجه، وحسام حسن دايما اللي بيدي له حسام حسن بيديله. وهيثم حسن ادى جامد قوي، مجرم قوي. ادى جامد قوي. كنت بتخانق معاكم، فاكر اتخانقت معاهم. اقول لك على حاجه، اتخانقت معاكم على هيثم حسن. انا قريت معلومه مش عارف يعني علاء ممكن ياكد على المعلومه دي ولا لا، ان هيثم حسن اصلا ما كانش بيلعب بسبب حاجات في حوارات الجنسيه تقريبا. الورق الكلام ده صح، عشان هو لعب مع منتخب صغير، لعب مع فرنسا على فرنسا. هل الكلام ده صح؟ والفيفا والاداره والكلام ده بصراحه ما بس احنا ممكن نتكلم مصدر يعني بس بعد الحلقه خلاص بقى يعني ده عشان كده ما كانش بيلعب. المهم انه يشارك وبعد كده ابقى نكلم المصدر وبعد كده نشوف الحوار ده. طيب نخش بقى ايه، كفايه كده عشان نلحق نتفرج على الماتش احنا كمان بقى بتاع اسبانيا والبرتغال. مين هيكسب اسبانيا والبرتغال؟ قلنا البرتغال. انا ماشي بس قلت لا البرتغال انا متاكد يمكن نسيت ولا حاجه وانت وهدان بتميل لمين؟ على راي الحاج عندي يمين شمال هيكسب. انا اتمنى البرتغال، بس خايف قوي يا جماعه والله خايف قوي. والمغرب وفرنسا يعني انا عايز اقول لك
ان المغرب وفرنسا حرام يبقى ربع نهائي. ده اتكرر كده نص نهائي. خلينا متفقين، هو حرام يبقى الماتش ده يبقى ربع نهائي، والبرتغال واسبانيا حرام يبقى دور 16. بص اقول لك على حاجه، والمباريات الجايه وانت بتتفرج اللي هو ايه ده يا جماعه، احنا وصلنا لمرحله للاسف في فرقه من الاثنين لازم يطلعوا. أيوة. طب ايه ده، اسبانيا هتطلع؟ لا مش كده، مش جاي. طب البرتغال برضو لا رونالدو. طب ميسي لا يا عم. طب صلاح لا، صلاح ما يطلعش. برضه حرام منتخب مصر يطلع برضه. فاللي هو فرنسا والمغرب برضه حرام. طب بس انت برضه انت مضطر. ليجز وسويسرا لا دول عادي، دول الاثنين يطلعوا، دول الاثنين يطلعوا عادي، لكن دول عادي. نتيجة مباراة مصر، التوقع والنتيجة واللاعب اللي شايفه هيتألق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا شايف ملك التوقع، اوعى تخيل. بص انا شايف ان مصر ممكن تكسب ويتعادل، يبقى 1-1 زي الماتش اللي فات، والماتش هيروح ضربات جزاء تاني برضه بس هنكسب ان شاء الله برضه. طيب انا توقعي ان الماتش هيكون متقفل، لان الفرقتين هيبقوا نازلين خايفين من بعض. ماشي. والماتش ده مفيش مانع ان هو يفتح، هيتخطف 1-0، وحاسسها ممكن ما تكونش صح، المهم ان 1-0، بس حاسسها عمر مرموش. عم علاء انا شايف بصراحه ان هي 1-0. مين؟ صلاح. يعني زي صلاح انت حاسسها اللي هي خطفه؟ ايوه صح؟ هو الماتش حاسس ان هو 90 دقيقه وخطفه بالظبط. ويا ريت اجيب الجون وانام عليه. يعني انا لو جبت الجون ما عنديش مشكله. انا حاسه في اخر 10 دقائق، اخر ربع ساعه حقق كل امنياتك. يعني انا شايف بصراحه ان الماتش ده ماتش 1-0 يعني. طيب الحلقه خلصت، نوروني وشرفوني، وكانت حلقه حلوه وحلقه مميزه، وكان معانا ضيف ثالث معانا على الهوا برضو نورني وشرفني، الاعلام الكبير اسلام سامي، والمتميز والمتالق دايما بارائه وتحليلاته اللي انا يعني والله ومش كلام تلفزيونات بقى وحلقات، والله بتفرج عليه وبتابعه وبحبه جدا وبحترم دايما ارائه وبشوف. وانا قلت لك قبل الهوا لو تفتكر قلت لك ايه، قلت لك انا بشوف ان هو اسلام من الناس اللي محتاج الجماهير تركز معاه اكتر، لانه مش واخد حقه. انا بتفرج عليه بستمتع جدا بارائه، ودايما عنده حته كده مختلفه. نورتني يا علاء وشرفتني. بنورك يا احمد، انا كنت مبسوط جدا وان شاء الله يعني التجربه الجميله دي تتكرر بقى تاني كتير باذن الله. عم وهدان نورتني وشرفتني، ودايما متالق بتوقعاتك. حبيبي يا احمد، وان شاء الله يعني يا رب بس التوقع يطلع صح ومصر تكسب في الاخر. يا رب يا رب. ونورتوني وشرفتوني، وشكرا على المشاهده، ويا رب البرنامج ده متوقف على منتخب مصر. لو المنتخب كسب هيبقى في حلقه 5 ولو المنتخب خسر هيبقى في حلقه 5 برضه وداعيه. يعني ايه، الحلقه ال5 موجوده بس هم ممكن يكونوا 6. ففي النهايه البرنامج ده متوقف على مشوار منتخب مصر في البطوله وسط الناس الطبيعيه الحقيقيه 100%. قهوه بلدي طبيعيه، فاكين كلنا، محدش عليه ضغط، مفيش استوديوهات، مفيش كاميرات، مفيش بدل، مفيش تكتيفه، وده اللي بيميز البرنامج والفكره بتاعتنا. اتمنى تكونوا استمتعتوا، واتمنى تكون حلقه كانت كويسه، وشكرا جدا على المشاهده، وبالتوفيق لمصر والفراعنه، وان شاء الله نعمل اداء تاريخي ونتيجه تاريخيه، ونخش التاريخ من اوسع ابوابه، والصحف العالميه والاجنبيه والافريقيه والعربيه والمصريه والتاريخيه والطنطاويه والغربيه والشرقيه وكله والنجريجيه وكله يتكلم علينا باذن الله. مع السلامه. من اكتر مكان بيمثل الكوره، حسام حسن